وكلنا زعلنا من رامي ربيعه. انت عشان خاطر مثلا الفلوس، طب ما انت كده كده في النادي الاهلي، انت مش ناقصك حاجه. ده كفايه حب الجماهير، والله العظيم حب جماهير الاهلي. يعني هو اكيد لاعب وحس بالجمهور في الملعب، حب الجماهير يا رامي وهتافهم. سيبك من الفلوس، ما انت كده كده يعني ربنا ساترها معاكم، مش محتاج حاجه من حد. يعني ده الواحد بيموت وبيسيب كل حاجه، فانت كده كده ربنا ساترها معاكم، مش محتاج حاجه من حد. يعني انت بعت النادي الاهلي يا رامي عشان خاطر 5 مليون دولار ونص بما يعادل 300 مليون جنيه مصري. يا عم جمع ملايين، بس فين حب الناس؟ واحد غيرك كان لعب مع النادي الاهلي كاس العالم للانديه، يقول لك ما هيلعب مع العين الاماراتي كاس العالم للانديه. يا عم يلعب مع العين الاماراتي، بس مش هتلاقي الحب بتاع جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي في كل مكان بالملايين. مش هتلاقيه في اي نادي تاني. وهو يعرف الكلام ده، وقبليه لعيبه مشيت وعرفت الكلام ده. ف هو ده حال الدنيا. في لعيب يقول لك لا انا هلعب في الاهلي حتى لو العب ببلاش. كابتن عماد النحاس لما كابتن محمود الخطيب عرض عليه اللي هو يدرب في النادي الاهلي، الراجل ولا قال هتدوني كام ولا اخد ايه ولا الكلام ده كله. الراجل مسك الفرقه، الاهلي كان واقع، كولر كان مضيع، كان خلاص بقى، كان خلص، كان مدير فني خلص كل حاجه. جه عماد النحاس قال لهم ده انا لو هكون في النادي الاهلي اشتغل مع عم حارس هلم الكور، انا هخدم النادي الاهلي. هو دوت الانتماء، هو ده حب النادي. اوعى تدور على الماده او الفلوس وانت بتقول انا بحب النادي. بتحب النادي يبقى انت كلك للنادي، لان انت كسبت من النادي كتير. النادي شهرك، النادي يلمعك، النادي حطك في حته تانية. انت كسبت حب الجماهير. حب الجماهير ده يا جماعه ما بيتقدرش بفلوس. بس في ناس بتلعب في النادي الاهلي الفلوس بتعميهم، بيخليهم مش بيبصوا للنقطه دي. بيبص يقول لك انا هاخد كام. رامي ربيعه يا راجل يقول لك عشان اجدد مع الاهلي انا عايز 80 مليون جنيه في الموسم، وكمان ادخل اخويا وكيل. هو كل واحد هيجدد يجيب لي اخوه، يجيب لي خاله، يجيب لي عمه. يا جماعه، يا جماعه يعني حبوا النادي ما تحبوش الفلوس.